السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبنا طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي وكل ولي أمر بيتابعنا من كل مكان، هنحل مع بعض النهاردة أهم الأسئلة والمراجعات المتوقعة في اختبار شهر أكتوبر الترم الأول 2025. النهاردة بإذن الله نعمل مراجعات على باقي المواد علشان خاطر تجهز، تكون جاهز الامتحانات، تدخل تكون مستعد لكل مادة وتكون مراجع عليها أول بأول. يلا نبدأ مع بعض نشوف مراجعة النهاردة في مادة العلوم نظامها إيه. يا ريت لو أنت لسه زائر جديد علشان مش يفوتك اي فيديو او اي مراجعه واختبار احنا بننزله اول باول على القناه، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. يلا نبدا مع بعض نشوف نظام المراجعه. اول حاجه معانا الاختبار الاول، السؤال الاول فيه بيقول لك اكمل العبارات الاتيه باستخدام الكلمات التي بين القوسين. رقم 1، العضو المسؤول عن التكاثر في اغلب النباتات هو الاوراق ولا الازهار؟ طبعا هنقول له هنا الازهار هو عضو التكاثر في النبات، هنختار له الازهار. طيب رقم 2 يا حبايبي بيقول لك هنا يحصل الانسان على الطاقه من الغذاء في وجود غاز ايه؟ غاز الاكسجين ولا ثاني اكسيد الكربون؟ طبعا هتقول له هنا يحصل الانسان على الطاقه في وجود غاز الاكسجين، الانسان بيحتاج للاكسجين، اما لو قال لك النبات هتختار له ثاني اكسيد الكربون، يبقى احنا هنا هناخد ايه؟ الاكسجين. طيب رقم 3 بيقول لك تبدا الشبكه الغذائيه البحريه، الشبكه الغذائيه البحريه بتبدا لك بالبكتيريا ولا الطحالب؟ طبعا هتقول له هنا هنختار الطحالب كائن منتج، اما البكتيريا كائنات محلله بتنتهي بها الشبكه الغذائيه، هنختار له هنا الطحالب بتبدا بها الشبكه الايه؟ الغذائيه البحريه. تمام. بعد كده السؤال رقم 2 بيقول لك السؤال الثاني بيقول لك هنا ضع علامه صح وعلامه خطا امام العبارات الاتيه. رقم 1 بيقول لك تعتبر سيقان الاشجار من السيقان المداده، هنقول له لا الكلام ده خطا لان سيقان الاشجار من السيقان الخشبيه. طيب رقم 2 بيقول لك هنا تعيد الفطريات والبكتيريا العناصر الغذائية مرة أخرى إلى التربة من أجسام الكائنات الميتة، هنقول له صح لأن الكائنات والبكتيريا بتعيد العناصر الغذائية والمواد الغذائية إلى البيئة مرة أخرى. طيب عندك السؤال رقم 3 بيقول لك هنا يعتبر الثعبان مثال لكائن مفترس وفريسة بعض السلاسل الغذائية، يعني ساعات بيكون كائن مفترس وفي نفس الوقت هيكون فريسة، هنقول العبارة دي صح لأن الثعبان أحيانا بيكون مفترس، مثلا بيفترس الفأر وبعد كده ساعات بيكون فريسة مثلا للصقر، يبقى في نفس الوقت بيكون مفترس وبيكون فريسة، فهنقول العبارة دي ايه؟ هنقول العبارة دي صح. بعد كده السؤال اللي بعده عندنا السؤال الثالث بيقول لك اجب عما يلي ماذا يحدث عند. رقم 1 بيقول لك زراعة النبات في مكان مظلم، ايه اللي هيحصل لما نزرع النبات في مكان مظلم؟ طبعا هتقول النبات لا يستطيع اتمام عملية البناء الضوئي وبالتالي لا ينمو بطريقة جيدة، يبقى هتقول له هنا لا يستطيع النبات تكوين غذائه في وجود عملية البناء الضوئي او اثناء عملية البناء الضوئي ولا ينمو بطريقة جيدة. طيب رقم 2 بيقول لك ما المقصود بالشبكة الغذائية؟ هتقول له هي عبارة عن مجموعة من السلاسل الغذائية المتداخلة مع بعضها البعض. تمام. ننتقل بعد كده للاختبار الثاني معانا، والسؤال الاول فيه بيقول لك اختر الاجابه الصحيحه. رقم 1 بيقول لك انتاج نباتات جديده من نفس النوع يعرف بعمليه ايه؟ عمليه البناء الضوئي ولا التكاثر ولا التنفس ولا انتشار البذور؟ قال لك بتنتج نباتات جديده من نفس النوع، دي اسمها عمليه التكاثر، هنختار رقم ب. طيب عندك رقم 2 بيقول لك يعتبر نقط كائن منتج للغذاء، من هو اللي كائن منتج بتبدا به السلسله الغذائيه؟ الانسان ولا العشب ولا الضفدع ولا سمكة التونة؟ طبعا هتقول له هنا هنختار برضو رقم ب اللي هي العشب كائن منتج تبدأ به السلاسل الغذائية. طيب السؤال رقم 3 بيقول لك يحتوي نبات البطاطس على سيقان، سيقان نوعها ايه يعني؟ متسلقة ولا مدادة ولا درنية ولا خشبية؟ هتقول له سيقان البطاطس تحتوي على سيقان درنية تنمو تحت ايه؟ القشرة الأرضية أو أسفل ايه؟ الأرض، يبقى تختار له هنا سيقان درنية. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال الثاني معانا بيقول لك صوب ما تحته خط، يعني الكلمة اللي تحتها خط دي تعتبر خطأ، فاحنا هنصلح الخطأ بتاعها ونكتب الصواب. بيقول لك رقم 1 أثناء عملية البناء الضوئي تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة حرارية تختزن في سكر الجلوكوز، وحط لك خط تحت كلمة طاقة حرارية. هتقول له طبعا هنقول له الطاقة الضوئية تتحول إلى طاقة كيميائية، يبقى البناء الضوئي بتتحول فيه الطاقة الضوئية القادمة من الشمس إلى طاقة كيميائية.
تمام. طب رقم 2 بيقول لك تبدأ السلسلة الغذائية بالكائنات المستهلكة. طبعا هنقول له خطأ، لأن السلسلة الغذائية أي سلسلة غذائية تبدأ بكائن منتج، يبقى نكتب له المنتجة. طب رقم 3 عندما يتغذى الأسد على الغزال يعتبر كائنا محللا. هنقول له طبعا الكلام ده مش هيبقى صح، لأن الأسد في الحالة دي هيكون كائن مفترس، مش هيكون محلل. تمام. طيب نشوف بعد كده السؤال الثالث، بيقول لك علل لما يأتي. بيقول لك رقم 1 التربة ليست من الاحتياجات الأساسية للنبات. ليه التربة مش من الاحتياجات الأساسية للنبات؟ هنقول لأن بعض النباتات بتنمو فوق الماء والبعض الآخر ينمو فوق جذوع النباتات الأخرى. يبقى نكتب له كده لأن بعض النباتات لا تحتاج إلى التربة لتنمو، وبالتالي تنمو فوق الماء مثل النباتات المائية، ونباتات تنمو على نباتات أخرى. طيب السؤال رقم 2 برضو بيقول لك علل أهمية الكلوروفيل في أوراق النبات. إيه لازمة أو فايدة أو وظيفة الكلوروفيل في أوراق النباتات؟ طبعا هتقول له هنا تقوم مادة الكلوروفيل بامتصاص ضوء الشمس ليقوم النبات بعملية البناء الضوئي. الاختبار اللي بعد كده الاختبار الثالث بيقول لك السؤال الأول فيه تخير من العمود باء وما يناسبه بالعمود ألف. عندنا العمود ألف فيه كلمة الشرايين وكلمة تغير المناخ وعندنا السلسلة الغذائية، ومديك تعريفات وحاجات خاصة بكل حاجة فيهم قصادها في العمود باء. طيب هنقول له الشرايين مالها؟ الشرايين هنا هتقول له لما نيجي نركز في الاختيارات عندنا في رقم باء هتقول له تنقل الدم الغني بالاكسجين والجلوكوز من القلب الى اعضاء الجسم. تمام. يبقى هنكتب الشرايين او رقم 1 في الاقواس اللي هي الثالثه. طب رقم 2 بيقول لك تغير المناخ. تغير المناخ ايه هو؟ هتقول تغير المناخ من عوامل التغير في الشبكه الغذائيه، يبقى هنقول رقم 2 دي اللي هي الاقواس الاولانيه. طيب عندك رقم 3 السلسله الغذائيه هي؟ هتقول له هنا هي مسار انتقال الطاقه من كائن حي الى كائن حي اخر، يبقى هنقول له هنا رقم 3 تتحط لنا في الاقواس اللي هي الاخيره. اما الاقواس الرابعه اللي هي بيقول لك فيها بيتكون من كائنات حيه وعناصر غير حيه، ده النظام البيئي وهو ما اداهوش لك في الاختيارات. تمام. علشان خاطر ما تلخبطش، هو عامل لك واحده زياده علشان يشوف انت مصحصح ومظبط المعلومات عندك لبعض التعريف والمفاهيم ولا لا. نشوف بعد كده السؤال اللي بعده. السؤال الثاني معانا في الاختبار الثالث بيقول لك اكتب المصطلح العلمي. هي عباره عن ماده مسؤوله عن اللون الاخضر في النبات، اللي بتعطي النبات اللون الاخضر مين هي؟ طبعا هنقول له هنا صبغه الكلوروفيل او نقول له هنا الكلوروفيل. طب رقم 2 بيقول لك غاز ينتج عن عمليه البناء الضوئي ويحتاج اليه الكائنات الحيه في التنفس. غاز ايه اللي احنا بنحتاجه في التنفس وبناخده من عمليه البناء الضوئي؟ هتقول له ده غاز الاكسجين. طيب عندنا رقم 3 بيقول لك هي مجموعه سلاسل غذائيه متداخله مع بعضها البعض. المجموعه السلاسل المتداخله دي بنسميها ايه؟ هتقول له دي الشبكه الغذائيه. تمام. نشوف بعد كده السؤال اللي بعده. السؤال الاخير معانا بيقول لك اذكر وظيفه كل من. وظيفه الساق. ايه اهميه الساق او لازمه الساق في النباتات؟ بتعمل ايه؟ طبعا هتقول ان الساق بيقوم بنقل الماء والعناصر الغذائيه عبر اوعيه الخشب، وبيقول لك هنا ان الساق يعتبر الجزء الداعم للنبات، يبقى نكتب له هنا كمهمه الساق تنقل الماء والعناصر الغذائيه لكل اجزاء النبات عبر اوعيه الخشب. وتاني حاجه وظيفته هتقول له هنا تعتبر هي الجزء الداعم في النبات. طيب رقم 2 بيقول لك برضو اذكر لي اهميه او وظيفه الشعيرات الجذريه. هنقول له هنا الشعيرات الجذريه تزيد من كميه المياه والعناصر الغذائيه التي يمتصها النبات. طب وايه كمان؟ بيقول لك تنقل العناصر الغذائيه من التربه الى الجذور. يبقى كمان مره نكتب له تزيد من كميه المياه والعناصر الغذائيه التي يمتصها النبات. رقم 2 هتقول له تنقل العناصر الغذائيه من التربه الى الجذور. تمام. دي كده يعتبر خلصنا معاكم اهم المراجعه على اختبار مادة العلوم لشهر اكتوبر الترم الاول للصف الخامس الابتدائي. ما تنسونيش باللايك الجميل اللي انا بستناه منك، ولو انت لسه مكمل الفيديو للاخر شير الفيديو لحبايبك واصحابك علشان المعلومة الكل يستفيد منها. بتمنى دوام التوفيق لكل الطلبة والطالبات، واستنونا في باقي المراجعات والاختبارات على القناة علشان يوصل لكم اول باول كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.